السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى فيديو مختلف شوية، هنعمل كده مع بعض جولة في أصغر مطبخ. المطبخ بتاعي صغير جدا يعني، ولكن هتشوفوا أنا منظماه ازاي وعاملاه ازاي. بصوا يا بنات، المطبخ ده ما كانش كده الأول، المطبخ ده كان أصغر من كده بكتير جدا جدا، ولكن أنا عملت فيه شوية تعديلات وتغييرات كتيرة جدا بصراحة، غيرته وفرقت في شكله جدا جدا. كان عندي الحمام كبير شوية، فأنا أخدت منه جزء كده ودخلته عندي في المطبخ وصغرت الحمام عندي. تمام، فأنا هتشوفوا معايا كل حاجة دلوقتي، وهتشوفوا معايا بالظبط المطبخ كان لحد فين وبقى فين وعملت فيه ايه. وهنعمل كمان مع بعض هنا هعرفكم ازاي نجدد ونغير في مطبخنا كده بأقل التكاليف. انا كنت عاملة المطبخ بتاعي ستيكر كده زي ما انتم شايفين. المطبخ بتاعي يا بنات هو خشب اصلا، وده ما كانش لونه، ده كده ستيكر انا حاطاه عليه. المطبخ بتاعي كان خشب وانا حاطه عليه ستيكر. هنا بوريكم فرق الالوان. هنا مطرح ما كنا مكسرين بقى الحيطه وكده، وكنا مكسرين هنا السيراميك، فمعدله حاجات كتير جدا هنا. والفوم اللي انا حاطاه ده انا حاطاه عشان انا مداريه فيه حاجات كتير، ومداريه فيه السيراميك. عندي كان لونين في بعض، اللي هو اللون البيج وكان داخل فيه اللي هو اللبني ده. فطبعا لان انا كنت مدخله جزء اصلا من الحمام جوه معايا هنا في المطبخ، فهتلاقوا الجزء اللبني اللي قدامكم ده او الكحلي ده هنا، وده طبعا هنا زي ما انتم شايفين ده كده بني. فانا كنت واخده جزء من الحمام دخلته هنا في المطبخ فكبرته، لان بصراحه المطبخ عندي كان ضيق جدا جدا وكان صغير قوي وما كانش واخد مني اي حاجه خالص. المطبخ عندي كان عباره عن البوتاجاز بتاعي كده، وكان جنبه كده اللي هو الرخامة دي كانت محطوطة جنبه كده في الجنب، وخلاص كان هو ده المطبخ. كان صغير جدا وكان ضيق بصراحة قوي، وما كنتش بعرف خالص ان انا اتحرك فيه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده هو المطبخ يعني خشب كتير، فكان المطبخ ضيق قوي بالخشب، وكان مضايقني جدا بصراحة، وما كنتش بعرف خالص ان انا اتحرك فيه او اعمل فيه اي حاجة. ففكرت في فكرة ان انا اكسر كده الحيطة وادخل جزء من الحمام معايا في قلب المطبخ، بحيث ان انا استغل المساحة برضه. وان انا عندي الحمام، انا مش مشكلة عندي الحمام يكون صغير، ولكن مشكلة لان المطبخ عندي يكون صغير، علشان انا معظم الوقت طبعا وكلنا عموما كستات معظم وقتنا بنقضيه في المطبخ. فهنا زي ما انتم شايفين اهو الفرق في الارض. كمان هوريكم دلوقتي في السيراميك الفرق الالوان، وانا خدت جزء قد ايه بالظبط ودخلته معايا في المطبخ. هتشوفوا معايا كل حاجة دلوقتي، وهتشوفوا أنا كنت لسه مورياكم دلوقتي في السقف. العمود اللي كان في السقف ده كان هو ده الفيصل بين الحمام وبين المطبخ بالظبط. فأنا خدت جزء كده كبير بصراحة دخلته معايا أهو زي ما انتم شايفين. دي كده كانت الحيطة، دي كانت هي كده نهاية المطبخ بتاعي وبداية الحمام. فأنا طبعا كسرت هنا بقى في الحيطة ودخلت الجزء ده كله كده بتاع الحمام ده دخلته معايا هنا كده في المطبخ، عشان استغل المساحة معايا وابدأ ان انا اوسع شوية في المطبخ، بحيث يديني روح شوية ان انا افضل اقف فيه. كانت دي كده مساحة المطبخ بس، هي دي كانت مساحة المطبخ مش اكتر من كده. فكان المطبخ عندي ضيق جدا جدا، كان عبارة عن البوتاجاز زي ما بقول لكم، وكانت الرخامة دي كانت في الجزء ده هنا كده، وكان المطبخ ضيق جدا جدا. فيعني بحاجة بسيطة كده حبيت ان انا اوسع شوية وادخل جزء عندي من الحمام، لاني معظم اهو زي ما انتم شايفين في الارض. بصوا ده الفرق، دي كده كانت البلاطة دي كانت هي الفيصل كده بين الحمام والمطبخ، فانا خدت الجزء ده زي ما انتم شايفين كده ودخلته معايا. كان هو ده كده عبارة عن المطبخ فقط لا غير. فكانت المساحة عندي صغيرة جدا جدا، فانا استغليت بقى المساحة وحاولت ندخل جزء كده من الحمام معايا. فزي ما انتم شايفين كده، وده باب الحمام. هنا الحمام طبعا بقى صغير جدا معايا، ولكن انا عندي كان اهم حاجة عندي المطبخ يكون بصراحة كبير. وزي ما انتم شايفين كده تحت الحوض كمان انا مش عامله فيه حاجه، انا كل اللي حاطاه فيه اللي هو الموب بتاعي، الجردل بالموب، وحاطه فيه اللي هو المسحوق بتاع الغسيل. وهنا بقى
كنا عاملين شوية طماطم كده كنت غليتهم يعني، وهبدأ ان انا افرزهم كده لرمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين. وكنت مطلعة كمان لحمة مفرومة كده عشان نعمل منها كذا وصفة. فان شاء الله عايزاكم تتابعوا معايا الفيديوهات اللي جاية، فيديوهات حلوة جدا جدا، هنعمل مع بعض فيديوهات حلوة جدا، وهنعمل مع بعض تفريزات حلوة جدا لرمضان ان شاء الله تنفعنا. هنعمل مع بعض كل حاجة بأمر الله في الفيديوهات اللي جاية حلوة. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودي مش اول قناة ليا يا بنات، دي القناة التالتة ليا. اتمنى ان ربنا يعني يقف جنبي كده ويحالفني حظ فيها، وتكون احسن من القنوات اللي فاتت ان شاء الله، وربنا يعوضني فيها خير. استناكم تنوروني.